بيبدأ الجزء الجديد لما جون دخل الاجتماع، وساعتها بيتصدموا كلهم من وجوده، وبيلاقوا المساعد وراه وبيزعق لهيون بسبب مشكلة حصلت في المنتج الجديد. فهو بيزعق لها بصوت عالي لدرجة إن كل الفريق بيتخض، وبيطلب منهم جون إنهم يطلعوا بره. وساعتها بيشاور لها المساعد، فبتفهم إن جون بيعمل كده علشان يبعدها عن الإشاعات. وبيكمل جون زعيق ليها، بس في نفس الوقت بيعتذر لها بإيده. ولما بيخرج بيروح الفريق يطمنوا عليها بعد اللي حصل، وبيكون مين موجود وبيعرفها إنه خاف عليها لما سمع الإشاعات اللي طلعت. وبتلاحظ إنه متضايق وقلقان عليها على عكس طبيعته الهادية، بس هي بتطمنه وبتعرفه إنها هتحل الموضوع لوحدها. وفي مكتب جون بيعرفوا المساعد إنه بيحاول يوصل للي نشر الأخبار، بس الموضوع صعب. ولما المساعد بيفتح موبايله بيتصدم، وبنعرف إن في أخبار نزلت إن الرئيس جون اتسبب في حمل موظفة وضغط عليها إنها تنزل الطفل. وبيكون في صحافة كتير واقفين عند الشركة بيذيعوا نفس الخبر، وبتكون التعليقات كلها ضده وبيشتموه، وبيقولوا إنهم هيقطعوا مشروبات الشركة بسبب اللي جون عمله. وبيقترح ساعتها المساعد إنهم يطلعوا في مؤتمر صحفي، بس جون بيرفض لأنه بيكون خايف على هيون إنها تتكشف. وبيتفاجئوا ساعتها إن والده بيخش عليهم، وبيكون فاكر إن اللي اتنشر على الأخبار مش حقيقة. فبيعرفوا جون إنه في جزء منه حقيقي، وهو إنه بيحب واحدة وحامل منه. فبيفهم والده إنه ما كانش عاوز يتجوز علشان كده، وبيقول له والده إنه ينسى البنت دلوقتي ويعمل لقاء وينكر الخبر اللي نزل، لأن اللي حصل هيضر الشركة واللي شغالين فيها. بس جون بيكون رافض. أما هيون فبتحاول تتواصل مع جون، بس بتلاقي موبايله مقفول، وبتسمع الموظفين بيتكلموا إن أسهم الشركة انخفضت، وبنلاقي إن بانج واقفة وراها وبيبان إنها شاكة فيها. فبتروح بانج بعد كده للمساعد وبتسأله إذا كان الخبر اللي انتشر صحيح، بس هو بيتهرد منها. فبتعمل اجتماع مع فريقها وبتجيب لهم قهوة، فبياخد الكل ما عدا هيون اللي بتقول لها إنها شربت الصبح. بس بانج مش بتقتنع، وبتقول لها إنها عاوزة تعرف السبب الحقيقي اللي بيخليها ما بتشربش، وبتضغط عليها وبتخيرها إنها تقول الحقيقة أو تسيب شغلها، وبتسيبها وبتمشي. أما جون فبيكون قلقان على هيون، وبيعرفوا المساعد إنه جهز المؤتمر، بس بيسألوا جون إذا كان ده اللي المفروض يعمله. فبينصحوا المساعد إنه يفكر بعقله مش بمشاعره، لأن أي كلمة هيقولها هتأثر على الشركة. وفي آخر اليوم بتروح هيون للمطعم وبتستنى ران، بس بتلاقي بنات بيتكلموا على جون بكلام مش كويس، فبتقوم تتخانق معاهم. وكانت لسه هتقول لهم إنها حبيبته، بتوقفها ران وبتهديها. ولما بتروح لبيتها بتلاقي جون مستنيها، فبتعيط لأنها كانت قلقانة عليه، بس هو بيعتذر لها لأنه كان مشغول، وبيطمنها وبيقول لها إنه هيحل كل حاجة، وإنها ما تتدخلش علشان ما يفتكروش إن كل إنجازاتها كانت بفضله مش بمجهودها. أما والدة جون فبتكون قلقانة عليه، وبتلاقي إن هان بترن عليها وبتعزمها على قهوة. ولما بيتقابلوا بتعرفها إن الأخبار اللي انتشرت حقيقة فعلا، وإن البنت اللي مرتبط بيها بتبص لفلوسه ومنصبه. فبتتوتر والدة جون، وساعتها هان بتقول لها إذا كان الولد اللي هيون حامل فيه ابن جون ولا من حد تاني. وجون ساعتها بيكون في اجتماع، وبينصحوا الفريق إنهم ينكروا الأخبار، لأنه لو أكدها الشركة هتنهار. وبيكون جون ساعتها ساكت ومش بيدي أي رأي. وبنلاقي إن والدته وصلت، فبيستقبلها المساعد واللي بيلاحظ عليها التوتر والخوف، فبيعرفها إن جون في اجتماع وبيهديها. فساعتها بتعيط والدة جون وبتزعل على ابنها لأنه دايما بيساعد الناس وبيحبهم، وبتعيط أكتر لما بتفتكر ابنها اللي مات، وإن جون حرم نفسه من الجواز بسبب اللي حصل. فبيتأثر المساعد بكلامها. أما هيون فبتكون في اجتماع وبيلاحظ الكل إنها مش مركزة، وبتكون بص على الموبايل لأنها قلقانة على جون. فبياخدها مين بعد الاجتماع ياكلوا مع بعض علشان يخفف عنها، وبيقول لها إنه لو مكان جون ما كانش سابها قلقانة وكان فاضل جنبها. وبيقول لها إنه أكيد مشغول، بس هو ما بيحبش يشوفها قلقانة. بس هيون بتقوله إنها هتقدر تستحمل وتعدي الموقف ده. ولما بترجع لبيتها بتلاقي هان، فبتعزمها على مشروب، وساعتها هان بتعرفها إنها بتحبها، وعلشان كده هي بتحذرها وبتقول لها إنها اللي سربت الأخبار ولازم تنفصل عن جون علشان ما تأذيهاش، وبتديها صور ليها هي وجون. وتاني يوم بنلاقي إن في احتجاج قدام شركة جون بيطالبوا فيها برحيله. أما مين فبيروح يقابل ران لأنه بيكون ناسي معاها محفظته، بس بتاخده ران لمطعم علشان ياكلوا، وبعد كده بتصمم إنها هي اللي توصله لمكتبه. وبيكون مين مستغرب تصرفاتها، بس لما بيوصلوا بيتصدم من اللي بيحصل قدام الشركة. فساعتها ران بتعرفه إنها عملت كده علشان ما يفضلش قلقان على هيون، لأنها عارفة إنه بيحبها، بس هيون بتحب جون. فبيبصلها مين وبيبان إنه تأثر بكلامها. أما هان فبتكون فرحانة هي ويونغ باللي بيحصل، وبتفتكر في الماضي لما تحايلت على والد جون علشان يشرح جثة زوجها، لأنها كانت شاكة إن جون هو اللي قتله، بس هو رفض.
ولما بيوصل جون بيتصدم من اللي بيحصل قدام الشركة، وبيلاقي إن العربيات بتلاحقه، فبيحاول يهرب منهم، بس في عربية بتقف قدامه، بس بيلاقي فيها هيون وبتقوله يركب معاها، وبتاخد جون وبيروحوا يتفسحوا وبيتبسط جون معاها. وفي آخر اليوم بتطلب منه إنهم يمثلوا إنهم ما يعرفوش بعض وينكر أي حاجة بينهم، وبتفتكر لما والد جون طلب منها تقول كده لجون لأنه عارف إنه هيسمع كلامها، بس جون بيكون حاسس إنها مجبرة تقول كده، بس هي بتسيبه وبتمشي، وبيلاقي إن المساعد وصل علشان يوصله. وتاني يوم بيدور جون عليها في الشركة بس مش بيلاقيها، فبتقوله سي إن كل الفريق دلوقتي بيشكوا فيها. فبيقعد جون يفكر في مكتبه لحد ما بيكلم المساعد وبيعرفه إنه هيعمل مؤتمر صحفي. أما في المؤتمر بنلاقي هان داخلة وبيعرفهم جون إن الأخبار مش حقيقة، بس الحقيقة إنه بيحب واحدة وحامل منه فعلا، وهي موظفة في شركته. بس بيلاقي جون إن الكل بيهاجمه بسبب إنها شغالة عنده، بس جون بيلاقي وقتها إن هيون وصلت، فبيبصلها وبيقول إنه بيحبها، وبيحكي لهم إزاي هم تعرفوا على بعض، وإنه بعد ما كان مش طايق يشوفها ما بقاش حابب حياته من غيرها. فبيتأثروا كلهم بكلامه، وبيقول لهم إنه مش عاوز الشخص اللي بيحبه يتأذي، وبيطلب منهم إنهم ما يتجاوزوش تاني في تصرفاتهم لأنه بيخاف عليها. فبتعيط هيون وبيبان إن الصحافة خدت صفه، وبتتضايق هان من اللي حصل. وبعد الاجتماع بتروح له هيون وبيعرفها إنه ما قدرش ينكر وجودها، فبتتبسط هيون. أما مين فبيروح لجون وبيعرفه إنه شاف المؤتمر، وبيشكره إنه قدر يحمي هيون، وبيطلب منه إنه ياخد باله منها. وفي الشركة بيكون الكل معجب باللي عمله جون وغيرانين من حبيبته، وبتكون هيون مبسوطة من تعليقاتهم. وبنعرف إن أسهم الشركة بدأت تتحسن، بس لسه مرجعتش زي الأول. أما والد جون فبيروح له مكتبه وبيعرفه إن اللي عمله ده كان تفكير متهور، بس بيطلب منه إنه يجيب حبيبته ويتقابلوا كلهم. أما هان فبتلجأ لطريقة تانية علشان تخسر جون، وبتقول ليونج إن جون بعد الحادثة ما بقاش قادر يسلم على حد وبياخد أدوية نفسية. وبعد كده بنلاقيها بتمسك صورة جنين وبتفتكر لما كانت حامل في الجنازة بس الطفل نزل. وآخر اليوم في الشركة بيكون الكل ماشي ما عدا هيون، بتفضل تشتغل علشان المسابقة، ولما جون بيلاحظ كده بيخلي المساعد يروح يجيب لها أكل. وتاني يوم بينبهر الفريق بشغل هيون اللي سهرت عليه طول الليل وبيمدحوا فيها. وفي الأيام اللي بعد كده بتنشغل هيون أكتر لأن المسابقة قربت تنتهي، لدرجة إنها مش بتفضى تخرج مع جون، واللي بيكون خايف عليها لأنها ضغطة نفسها. بس هي بتعرفه إن ده حلمها دلوقتي وإنها تعمل مشروب باسمها. فبيعرفها جون إنه هينسحب من تحكيم المسابقة علشان لو علاقتهم انكشفت محدش يقدر يعترض على النتيجة. وبعد كده بيقول لها إن والده طلب إنهم يتجمعوا مع بعض، بس لو هي مشغولة فهو هيأجل المقابلة، بس هي بتوافق. وساعتها بتكون متوترة ومش عارفة تلبس ايه علشان تقابل أهله، فبتاخدها صاحبتها لصالون علشان يجهزوها. ولما بتوصل لجون بينبهر بيها، وبعد كده بتروح تقابل أهله وبيبان إن والدته مش مبسوطة وبتفضل تسألها أسئلة كتيرة، بس هيون بترد عليها ومش بتحرجها، لحد ما هيون بتلاحظ إنها سقعانة، فبتطلب من العاملة إنها تعلي درجة الحرارة. وساعتها بتبصلها والدة جون وهي مستغربة وبتشك إنها نفس البنت اللي كانت في الصالون. ولما بيخلصوا بيوصلها جون لبيتها وبيعتذر لها على تصرفات والدته، بس هي بتكون متفهمة وبتعرفه إنه أكيد والدته قلقانة عليه، وبتقوله إنه عنده أسرة لطيفة وبتحبه. بس جون بيقول لها إنه والدتها بتحبها، وبيفتكر لما قابل والدتها وبيبان إنها كانت خايفة على بنتها، وبتطلب من جون إنه يحافظ عليها. وبيقول جون إنه والدتها كانت قلقانة عليها، فساعتها بتفكر في كلامه وبتكون عاوزة تكلمها بس بتتردد. وساعتها هان تروح لوالد جون وبتعرفه إنها زعلانة علشان ما راحتش معاهم يقابلوا هيون، وبتهدده إنها لو ما خدتش نص الشركة بتاعت جون هتنشر إنه كان بياخد أدوية نفسية وإنه السبب في موت أخوه. فبيخاف والد جون على ابنه. وتاني يوم بيتصدم جون إن هان موجودة في مكتبه وبتعرفه إنها هتدير الشركة معاه، فبيستغرب جون لأن والده معرفوش حاجة وما بيقدرش يعارضها. أما موظفين الشركة فكانوا بيتكلموا على الرئيس الجديد وإن في كلام بيدور إن جون بياخد أدوية نفسية، فبتتضايق سي من كلامهم على عمها، بس بتهديها هيون وبتقول للفريق إن اللي بيتقال أكيد إشاعات.
أما في الاجتماع بيلاحظ الكل إن هان بتنتقد أي حاجة في الشركة، بس جون بيرد عليها، وساعتها بتجيب سيرة المسابقة اللي معمولة وبتطلب إنهم يروجوا للمسابقة ويضاعفوا قيمة الجايزة، وبيبان إنها بتعمل كده الهدف في دماغها. وبعد كده بتتكلم على منتج معين واللي بيكون منتج هيون وبتطلب حضورها، فبيرفض جون، بس هي بتصمم، ولما بتحضر بتجيب لها هان مشروب وبتسألها على الطريقة الصح لشرب المشروب. ولما كانت هترفض بانج بتنقذها وبتقول لهان إن في مشكلة في إنتاج الدفعة دي من المشروبات وبتعتذر لها، فبتتحرج هان وما بتعرفش ترد. أما في مكتب بانج فبتتأكد من هيون إنها حامل، وساعتها هيون بتعرفها إنها هتسيب الفريق، بس بانج بتقول إنها المسؤولة ولازم تتحمل كل حاجة للآخر، وبتقول لها إن بعد كده تطلب المساعدة من فريقها لإنها حامل، فبتفرح هيون وبتشكرها. أما جون فبيروح لوالده، بس هو بيقوله إن مجلس الإدارة خد صف هان وما كانش فيه حاجة في إيديه يقدر يعملها. وتاني يوم بيكون جون في اجتماع مع الإدارة اللي بيشككوا في كل قراراته بسبب الأدوية النفسية اللي بياخدها، وبيقول يونج إنه ما بيقدرش يسلم على حد، فإزاي هيعتمدوا عليه. وهان بتقول إن المفروض يتنحى عن منصبه، وبيبدأوا التصويت في إنه يسيب الشركة، بس جون بيعرفهم إنهم لازم يبلغوا الشؤون الأول بأسبوع قبل التصويت، لأن التصويت له مشاكل قانونية، وأي حد هياخد قرار دلوقتي يتحمل المسؤولية. فبيتوتر الكل وبيتراجعوا عن قرارهم، وبيطلب منهم إنهم يدوله مهلة أسبوعين. وبعد الاجتماع بيكون يونج واثق إنه مش هيقدر يحسن موقفه، بس بيلاقي جون بيقوله إن هان مش هتفضل في صفه للنهاية وهتسيبه، بس يونج ما بيهتمش بكلامه. فساعتها جون بيقوله إنه عارف إنه كان بيسرق فلوس من الشركة من سنين، وهيقول لوالده، وإنه الموضوع لو وصل للقضاء هيتسجن. فساعتها بيخاف يونج وبيعرفه إنه لازم يقطع علاقته بهان. أما هيون فبتقابل جون وبتشجعه إنه يتخطى مخاوفه وإنه يطلب منها المساعدة لو احتاجها. وبيجي وقت إعلان الفايز في المسابقة، وبيكون في صحافة موجودة، وبيعلن جون إن فريق هيون هو اللي كسب. ولما بتطلع هيون علشان تستلم الجايزة بتعترض هان، وبتقول لهم إن جون مرتبط بهيون وعلشان كده إداها الجايزة. فبيتصدم الكل، وساعتها بيلاحظ جون إن في حاجة هتقع على هيون، فبيروح علشان يحميها، بس بتقع عليه. وبيتوتر كل اللي في القاعة من اللي حصل، وبيطلبوا الإسعاف لجون. ولما بيروح المستشفى بيعرفوا الدكتور إن حصل كسر ولازم ما يتحركش علشان يتعافى ويفضل فترة في المستشفى. وبيكون جون رافض إنه يفضل كده، بس هيون بتصمم إنه يسمع كلام الدكتور، بس بيعرفها إنه لازم يمشي علشان يصلح الموقف اللي حصل. بس هيون بتقوله إنها مرتاحة دلوقتي، إن علاقتهم انكشفت لأنها كانت على طول قلقانة إزاي هتبرر للناس. وفي الشركة بيكون الكل بيتكلم عن هيون، بس ساعتها بتسكتهم بانج وبتزعق لهم، فبيستغرب الفريق إنها خدت صف هيون. وبعد كده بيلاقي جون إن سي وصلت، ولما بيقعد معاها بتعتذر له على اللي عملته أمها، وبتطلب منه إنه يوقفها عند حدها. ولما بتخرج سي من عنده بتنادي عليها هيون، بس سي بتكون محرجة منها، بس هيون بتكون عارفة إنها ملهاش ذنب. وبيخش المساعد وبيعرف جون إن لقطات الكاميرا بتاعت القاعة اتمسحت، وبنعرف إن جون شاكك في هان إنها السبب ورا الحادثة اللي حصلت. وتاني يوم في الشركة لما بتروح هيون بتلاقي إن الكل بيتكلم عليها، وإن جون هو اللي ساعدها تاخد المركز الأول، فبتزعل. وبتلاقي بانج إن الفرق الباقية اللي كانت مشاركة في المسابقة جاية تتخانق معاهم لأن المسابقة اتلغت بسبب هيون. ولما بتسمع هيون إن المسابقة اتلغت بتروح لهان وبتتخانق معاها، بس هي بتتجاهلها. فبيروح جون لهان وبيسألها عن سبب إلغاء المسابقة، وبيعرفها إنه لو كان حصل حاجة لهيون كان هيأذيها، وإنه عارف إنها ورا الحادثة اللي حصلت، بس هي بتقوله إنه مش معاه دليل على كلامه. ولما بيروح لمكتبه بيجمع جون كل الفرق اللي فازت وبيعرض عليهم إنهم يعيدوا التحكيم في المسابقة، وبتقترح هيون إنهم يخلوا المسابقة على النت علشان الناس تصدق إن المسابقة عادلة، وبتقنع جون بكلامها علشان محدش يفتكر إنه السبب ورا فوزها. وبعد كده بياخدها جون لوالدتها وبيسيبهم علشان يتكلموا مع بعض، وأخيرا بتتحسن علاقتهم، وبيفرح جون لما بيشوف هيون سعيدة.
وبنعرف إن لجنة التحكيم اختارت هيون تاني، بس لسه الجولة الأخيرة من المسابقة. وبتلاقي هيون إنها المفروض تروح للدكتورة، بس بتتفاجئ بواحدة من فريقها بتسألها على جنس البيبي، وبيتحمس باقي الفريق وبيسألوها إذا كانت هتتجوز جون وهتعزمهم على الفرح ولا لأ، بس هي بتعرفهم إنها لسه ما تعرفش ميعاد الفرح وأكيد هتعزمهم. أما بالنسبة للبيبي فهتروح للدكتورة علشان تعرف، وبيفرح الفريق كله لما بتوريهم صورة الجنين. ولما بتروح هيون للدكتورة بتقول لجون إنه ما كانش لازم يجي معاها لأنها عارفة إنه مشغول، بس هو بيعرفها إنه ما عندوش أهم منها. وبنعرف إنها حامل في بنت، فبياخدها جون بعد كده علشان تشتري هدوم للبيبي، بس بتلاحظ إن جون مشغول بحاجة بس هو مش بيرضى يقولها على المشاكل بتاعة الشركة، فبتغير الموضوع وبتشكره إنه قرب ما بينها وما بين والدتها. أما والدة جون فبتروح لران وبتعتذر لها على آخر موقف حصل بينهم، وبتسألها إذا كانت نفس البنت اللي قابلتها في الصالون، بس ران بتستغرب وبتعرفها إنها مش هي، وبتقول لها إنها ممكن تقصد صاحبتها هيون لأنها راحت مكانها آخر مرة. فساعتها بتتصدم والدة جون وبتندم على التصرفات اللي عملتها معاها. أما جون فبيروح لواحد واللي بيكون الصحفي اللي كتب عنه في الماضي إنه قتل أخوه علشان الورث، واللي كان متحرض من هان ويونغ. وأول ما بيشوفوا الراجل بيعمل نفسه مش عارفه، بس جون بيهدده إنه هيحبسه، فبيخاف الراجل وبيعتذر له، وساعتها جون بيقوله إنه عاوز منه حاجة. وبيروح جون بعد كده ليونغ وبيسأله إذا كان قرر اللي هيعمله، بس يونغ بيقوله إنه مش معاه دليل على اللي قاله. فبيفتح يونغ موبايله وبيسمعه مكالمته مع الصحفي وتحريضه ليه إنه يكتب إن جون هو اللي ورا حادثة أخوه، وبيعرفوا إن ده مش الدليل الوحيد اللي معاه، وبيوريه إن هان ناوية تسيبه، وبيقوله إن نصيبها في الشركة بعد كده هيبقى أكبر منه، وبيهدده وبيقوله إن الإدارة لازم تختار إنه يفضل في الشركة. أما في المسابقة فبنعرف إن كل شخص اختاروه عمل فيديو عن المنتج بتاعه علشان الجمهور يقدروا يتعرفوا على كل منتج، وبنلاقي إن تفاعل الجمهور مع فيديو هيون كان كبير لأنهم اتأثروا بكلامها عن مشروبها. وتاني يوم في الشركة بيكون يوم التصويت، ولما بتخش هان وهي واثقة إن جون هيمشي، ولما بيجي وقت التصويت وبيطلب منهم موظف الشؤون إنهم يرفعوا إيديهم لو موافقين إن جون يمشي، فبترفع هان إيديها، بس بتتصدم إن محدش رافع إيده غيرها، وبتبص ليونغ وهي مش فاهمة. وبينتهي الاجتماع إن جون هيفضل الرئيس، وبتتعصب هان. وبعد الاجتماع بتزعق لجون وبتسأله عمل إيه علشان يقنعهم. وبنعرف إن في الليلة اللي قبلها جون قابل كل الإدارة وإداهم الورق اللي يثبت إنه ما كانش بيتعاطى أي أدوية مخالفة، وبيصدمهم بعد كده لما بيديهم ورق فيه رشاوي خدوها من هان، وبيهددهم بالورق ده، وبيهددها إنها تستقيل أو هيحبسها. وبتكون هان متعصبة من اللي حصل وبترن على يونغ بس مش بيرد عليها، وبتلاقي هان إن في محققين داخلين مكتبها علشان يفتشوه، وفي أمر اعتقال ليها من والد جون. وتاني يوم في الشركة بنلاقي الموظفين بيقولوا إن جون ما كانش في فريق تحكيم المسابقة، وكل الإشاعات اللي طلعت كانت بسبب هان وإنهم ظلموا هيون. ولما بتكلم هيون صاحبتها بتقول لها إنها خدت المركز التاني في المسابقة، بس هي بتكون راضية. ولما بتروح لمكتبها بتلاقيه كله ورد، وبتعرف إنه من جون، وبيغير منها الموظفين على حبه ليها. وفي آخر اليوم بتروح هيون ووالدتها يقابلوا أهل جون، وبيتفاجئوا إن هان دخل عليهم، فبيسألها والد جون عن سبب حضورها، بس هي بتوجه كلامها لأم هيون وبتعرفها إن حماها بلغ عنها الشرطة، بس هي طلعت بكفالة. وبتقول لجون إنها من العيلة وكان لازم يدعيها تحضر معاهم، وبتحاول إنها تخوف هيون ووالدتها من أهل جون، بس ما بتعرفش لأن هيون بتعرفها إنها بتحب جون وعلاقتهم مبنية على التفاهم مش الطمع. وساعتها والد جون بياخد هان برا علشان يتكلموا لوحدهم، وبيقول لها إنها ما قدرتش كل المرات اللي سامحها فيها وعلشان كده بلغ عنها، وبيعرفها إن مش هو اللي غدر بيها إنما هي اللي خانتهم. بس هي بتقوله إن الشركة كان المفروض تبقى بتاعتها وجون خدها منها وخد حياتها منها، فبيسيبها وبيمشي لأنه بيعرف إنه مفيش أمل منها. بس هي بتعرفه إنها مش هتستسلم وهتخليهم يندموا. ولما بتروح لعربيتها بتحاول تتصل بأي حد من إدارة الشركة، بس كلهم بيتجاهلوها لحد ما بيرد عليها واحد وبيقول لها إنه مش عاوز يتعامل معاها تاني وبيقفل. فبتتضايق هان أكتر وبتتعصب. أما هيون فبتكون خايفة إن والدتها تغير رأيها في عيلة جون، بس بتصدمها لما بتقول لها إنها اطمنت عليها ومش هتقلق عليها تاني لأنها واثقة إنهم هيقدروا يتجوزوا أي حاجة مع بعض، وبتتمنى لهم السعادة.
أما جون فبيعتذر لهيون على اللي حصل وبيقول لها إن حياتهم ممكن ما تمشيش على أحسن حال، بس هو هيفضل دايما معاها. وتاني يوم في الشركة بيدور جون على طريقة يتقدم بيها لهيون بالجواز، بس بيكون قلقان لأنه مش بيعرف يلمس إيد حد، فبيقرر إنه ياخد رأي والدته، بس بتطمنه وبتعرفه إنه وقتها هتجيله الشجاعة لأنه بيحب هيون وهيقدر يواجه مخاوفه كلها، وبتنصحه إنه يتخلص من الإحساس بالذنب ناحية أخوه لأنه معملش حاجة. وتاني يوم لما بتوصل هيون للشركة بيسألها الفريق إذا كان جون عرض عليها الجواز، بس هي بتقول لهم إنها مش مهتمة بالحاجات دي، فبيستغربوا وبيعرفوها إن ده حلم كل بنت. ولما بتكلم صاحبتها بتسألها ران عن الطريقة اللي بتحلم بيها لعرض الجواز، فبتقول لها إنه يتقدم لها على موسيقى هادية في مطعم وبيكون حلمها بسيط. ولما بتقفل ران بنعرف إن جون قاعد مع ران ومين، وهو اللي خلى ران تسألها، وبيطلب منهم إنهم يساعدوه. أما هان فبتكون قاعدة في مكتبها، بس بتدخل المساعدة وبتعرفها ميعاد محاكمتها، فبتقول لها هان إنها تخرج، بس بتلاقي إن بنتها وصلت لمكتبها وبتعرفها إن كل اللي حصل بسبب طمعها، وبتقول لها إنها سابت شغلها في الشركة. فساعتها بتنهار هان أكتر وبيظهر طمعها، فبتتضايق سي منها وبتعرفها إن من البداية وهي ما كانتش محتاجة الشركة، بس كانت محتاجة أم ليها، وبتنزل من عندها وهي زعلانة. بس بتلاقيها هيون وبتاخدها لبيتها، وبتقول لها سي إنها استقالت من الشركة، فبتقلق هيون عليها، بس بتعرفها سي إنها كانت قلقانة على عمها أكتر، بس اطمنت لما بقت جنبه، وبتحكي لها إنه شايل ذنب موت والدها لدرجة إنه ما راحش زاره قبل كده، فبتتفاجئ هيون. وتاني يوم هيون بتكلم جون وبتاخده معاها في مشوار، ومش بتعرفه المكان اللي رايحينه، وبتروح تشتري ورد وهو مستغرب، وبعد كده بتاخده لمكان أخوه، ولما بيعرف جون بيزعل، بس هي بتعرفه إنها كانت عاوزة تسلم عليه، وبتطلب منه يجي معاها، وبتسلم على أخوه، وبعدين بتسيب جون لوحده علشان يبقى على راحته. وبيعيط جون وبيعتذر لأخوه وبيقول له إنه أخيرا لقى السعادة مع حد بيحبه. ولما بيخلص جون بيروح لهيون وبيشكرها إنها ساعدته. أما عند مين وران فبيكونوا بيجهزوا لعرض الزواج، وبيخش المساعد وبيسأل عن جون، فبيعرفوه إنه نسي الخاتم ورجع يجيبه، وبيلاقي جون إن سي عاوزة تقابله، ولما بينزل ليها بيتصدم لما بيشوف هان هتخبطه بالعربية، وهي بتتفاجئ لما بتلاقي سي قدامها، بس بيحميها جون. أما هيون لما بتعرف فبتروح على المستشفى وبتقلق عليه، وبنعرف إن هان اتحجزت في المستشفى، ولما بتفوق بتخاف إن بنتها يكون حصل ليها حاجة، وبتعيط، بس بتخش سي وبتطمنها وبتعرفها إن لولا جون كانت هتموت، وبتترجاها إنها تسيبه يعيش حياته وهم يعيشوا مع بعض زي أي عيلة. فبتسكت هان وبتفكر في كلامها وبتعتذر لها وبتحضنها. وتاني يوم بتخش هان على جون وبيتصدم لما بيلاقيها بتعتذر له وبتشكره إنه أنقذ بنتها، بس جون بيتأثر باللي عملته وبيقول إنه غلط هو كمان، وبيعتذر لها على اللي حصل، وبتعيط هان أكتر. وبيروح جون بعد كده لهيون وبيمسك إيديها وبيعرض عليها الجواز، وبتوافق هيون، وبيعدي سنة على الوقت ده، وبنلاقي جون بيلعب مع بنته. أما هيون فبتكون حققت حلمها وهي إنها عملت مشروب باسمها. أما بانج فبتتجوز المساعد وبتحمل منه، وبنلاقي إن ران ارتبطت أخيرا بمين. وبعد كده بفترة بنروح لعيد ميلاد بنتهم، وبنلاقي سي داخلة ومعاها هان، وبيبان إنها اتغيرت، وأهل جون بيرحبوا بيها. وبتحكي لنا هيون إن الحكاية بدأت بصدمة لما اكتشفت إنها حامل، وانتهت بحياة سعيدة بتعيشها مع جون وبنتها. وبكده بنكون وصلنا لنهاية المسلسل.